غلطه واحده في التصوير ممكن تبوظ الفيديو كله حتى لو انت عامل اجمد اديت. في حاجه اسمها الفريمنج، يعني انت ازاي بتحط نفسك جوه الكادر ذات نفسه. اغلب ناس بتغلط في حاجه بسيطه جدا، وهي انهم بيسيبوا مسافات غلط حوالين جسمهم. مره تلاقي الراس لازق فوق قوي مفيش نفس، مره تلاقي نص الجسم مقطوع فبيكون شكلك غريب، او انت واقف بعيد قوي فمفيش تركيز عليك اصلا. طيب الصح بقى، خلي في مسافه بسيطه فوق راسك، وخلي جسمك يكون في نص الكادر ما يكونش لازق على الجنب، ولو انت واقف حاول تبين لغايه نص جسمك مثلا ولا حاجه. ليه كل الحاجات دي مهمه؟ عشان الشخص اللي بيتفرج على الفيديو لما بيحس بحاجه من الحاجات دي بيحس ان الفيديو مش مظبوط او في حاجه غلط. هو محتاج يكون عينه مرتاحه وهو بيتفرج على الفيديو، يحس ان الشخص اللي بيتفرج عليه ده شخص حقيقي قاعد قدامه او واقف قدامه بيتكلم وبيقول له ايا كان ايه المعلومه اللي هو بيديها له، ان هو شخص او بني ادم طبيعي عادي ما فيهوش اي مشكله. وخلي بالك من حاجه، انت اهم عنصر في الفيديو، فلازم تكون باين مليون في المية. لو عايز فيديوهاتك تبان بروفيشنال فعلا، اتعلم تصور صح قبل حتى ما تفكر تعمل اديت. مع كيرو براند لاب، مستواك هيعلى.